هاي للكل. اولا بدي اقول لكم انه انا كثير مشتاقه لكم ومشتاقه انه نحن نرجع هيك نطبخ مع بعض. بدي اخبركم اليوم انه انا حضرت عجينه البيتزا، بس رح اخبركم وأعلمكم كيف تعملوها لانه كثير سهله. اولا بتحضروا 3 كبايات ونص طحين، نص كبايه زيت زيتون، كبايه زبادي يلي هي لبن اذا بدكم، ملعقة سكر، ملعقة ملح، ملعقة سماق، ملعقة زعتر، نص كباية مي، وملعقة الخميرة بنحطها بالمي، نص كباية المي اللي هي بتكون يعني منا مسقعة فاترة، بندوبها فيها وبنخلطهم كلهم مع بعضهم وبنعجنهم مع بعضهم. هلا انا بعمل شغلة زيادة وبتطلع كتير طيبة بالعجينة، انه بسلق راسين بطاطا وبمعصهم كتير منيح بمعصهم يكونوا كتير هيك ناعمين، وبخلطهم مع العجينه، وبصراحه بتطلع العجينه كتير طيبه. اوكي فرجيكم. رح نبلش نمد العجينه مع بعض. اول شيء بنحط الطحين على الطاوله، طبعا لحتى ما تلزق على الطاوله، وبنحط الطحين فوق. وبنمدها سوا. على فكرة كتير هينة وابدا منا صعبة، بنات وشباب مش بس بنات تحمسوا وقوموا على المطبخ، عملوا شي هيك طيب، وعرفوا انه المطبخ منه صعب مثل ما انتم بتتخيلوا، شغلة كتير هينة، وكل شي نحن بنتعلمه يعني نقرا عنه يمكن بكتاب الطبخ، ولما بتطلع الاكلة طيبة اللي عملتوها بتتحمسوا زيادة، بتصيروا تحبوا المطبخ اكثر. اوكي هلا انا بحب رقيقه كثير لانه جوزي بحب العجينه رقيقه، ما بحبها. بتعرفوا الشباب اللي بيعملوا سبور ما بحبوا العجينه تكون سميكه. اوكي ليكوا شو بصير. هلا بجيب الصينيه، بحط عليها، كنت حاطه عليها زيت وبمرقها. اوكي بحط الصينيه على العجينه وبقصها، ما بقصها على قد العجينه لانه العجينه بتزم لما بحطها بالصينيه، فبقص شوي مش على القد، يعني بترك شوي مسافه. اوكي الباقي طبعا برجع بحطه بالجار لان برجع بمده بعد شوي. انتوا معي؟ ما تلتهوا. بنحط العجينه بقلب الصينيه. فوالا. اوكي هلا الخطوة الثانية اسهل من الاولى. نجيب كاتشب بأهون، نحط كاتشب على الصينية ونمرقها. بحط كمان حبش، الحبش شو تحمستوا ولا بعد؟ اوكي نجيب بندورة نصفصفهم هيك كمان. انا كتير بحب احط بصل ما بيطلع حد بقلب ما تخافوا يعني من الريحة او من الطعمة تكون حادة، لانه رح تنحط بالفرن ورح ينشوي البصل، بتعطي طعمة كتير طيبة على فكرة. اوكي وبحط كمان الفليفلة الخضراء بقصها بحطها بقلبها. درة ميرسي مامي. زيتون لسه قميص بيا هلا فاتحة الغزالة وملقطة بغتير بيا. اوكي بحط زيتون طبعا اوعى تحطوا لهم هول العجوه بجوا تتركوهم، بدكم تشيلوا العجوه من جوا. اوكي كمان بنحط الزيتون. شوفوا كيف صارت. هلا اخر شيء بنحط الجبنه. جبنه بنجيبها مبروشه من السوبر ماركت، بيكون كذا نوع جبنه مع بعضهم. اوكي بتقولوا انتم بدكم جبنه للبيتزا بيعطوكم. على فكره حتى المكونات موجودين بالبيت،
يعني حتى فيكم انتم تبرشوا جبنه بالبيت، كذا نوع جبنه مع بعضهم مثل الحلوم واشقوان وهيك مع بعضهم. ديل. في شغله بس بدي اقول لكم اياها، ما تضحكوا علي، بس لما بقرا انا تعليقات بلاقي في قصص كتير غريبه تنطرح بالتعليقات، وبحب خبركم اياها. اولا هيدي البيتزا خلصت. اما الامور اللي انا بدي احكي فيها، انه في كتير ناس بتقلي ولو البسي كفوف. انا بس بدي اقول لكم انه انا اكيد بكون مغسله ايدي كتير منيح قبل ما اطبخ، وتاني انا بطبخ بقلب بيتي مع عائلتي، يعني اكيد اماتكم ما بتلبس كفوفيه وعم تطبخ. ثانيا سكر المي مامي، بطلي نسمع الصوت سلتوكي. اوكي. وفي كتير ناس مثلا قالوا لي ربطي شعرك وعم تطبخي، معكم حق، ربطت شعري وحطيت البهدو على راسي. اوكي. هلا انا حاطه صينيه البيتزا عملت وحده قبل وحطيتها بالفرن. هلا رح فرجيكم اياها كيف طالعه. ثواني. اوكي عم تجهز. سمعيني الصوت. من جد بتشهي. اوكي خلصت البيتزا. هيدا ايه؟ هلا بدنا ننقلها على هيدا الصحن. اولا بنجيب هيدا اللي بتقص البيتزا وندورها، يعني بنقص الطرف حتى ما تعلق بالصينيه لحتى نقدر نشيلهم. شهي هيك كيف. بس رح فرجيكم. اوكي ومنقصها. اعطيني صحن حياتي بليز. ثانك يو. كيف بدي اشهيكم انا لتقوموا تعملوا هالطبخه؟ وهيدا كاتشب حار على فكره، بحب الحار انا بالكاتشب. ريدي. غير انه سخنه وانا بتعاني. اوكي بس بدي اقول لكم انه والله العظيم مش لانه انا عملتها كثير طيبه. يلا صبايا شباب قوموا تشجعوا واعملوا بيتزا كثير طيبه. I love you. باي باي.